واحد النهار في مدينة صغيرة في المغرب كان شاب سميتو ياسين خدام في واحد المحل ديال القهوة اللي كانت عامرة ديما. ياسين كان ولد الناس، خدام بزاف وديما كيحلم يكون عنده مشروع ديالو. كان كيخدم نهار كامل وكيجمع شوية بشوية الفلوس وداير في بالو يفتح كافي صغير ديالو. واحد النهار رجع عنده من المحل وقال ليه انه المحل غادي يتسد بسبب قلة الحركة وزيادة التكاليف. ياسين حزن حيت كان كيعتمد على هاد الخدمة ديالو في هذا المحل، ولكن نعرف بلي راه ما عمر شي حاجة مكتوبة ما كتجي صدفة، وقرر انها فرصة باش يدير الحلم ديالو. وبدا ياسين كيقلب على بلاصة صغيرة في الحومة ولقى محل صغير كان كاريه واحد الخضار، وخدا ياسين المحل بشوية ديال الفلوس اللي كان داير في البنك وقلبه من محل الخضرة لواحد كافي شوب بسيط. بدا كيخدم فيه بوحدو، كيدير القهوة، كيوجد العواصر، وكيسول الكليان شنو بغاو، وكيحاول يفرحهم بالكلمة الطيبة. شويه بشويه بدا كيتعرف المحل ديالو في المدينه، وبداو الناس كيجيو من احياء بعيده باش يشربوا القهوه عند ياسين حيت كيعجبهم داك الجو اللي دار والطيبوبه ديالو، كيف كيتعامل معهم باحترام والابتسامه دائما. ومع الوقت المحل ديالو ولا مشهور، وياسين قدر يوسع الكوفي شوب ديالو وخدم معاه شباب اخرين كانوا كيف كان هو في البدايات ديالو باش يعطيهم فرصه يخدموا ويحققوا اهدافهم. دابا ياسين ولا معروف في المدينه كقصه نجاح، وداك الحلم الصغير اللي كان عنده ولا مشروع كبير كيشجع به الناس باش ما يستسلموش، وحيت خدم بجديه وصبر دار الفرق في حياته وحياه الناس اللي دايرين به. تحياتي.